يستعد نادي الداخلية بجدية وحذر للقاء نادي الزمالك بمسابقة الدوري الممتاز، كما يطمح في إحراز الفوز على حساب الأبيض مهما كانت التحديات. لازم نعترف نادي الزمالك نادي كبير، هو أول المجموعة، ما فيش شك إنها تبقى مباراة صعبة علينا، وإن شاء الله نقدم مباراة كويسة ونحاول نحقق نتيجة كويسة، وخاصة نادي الزمالك يعني نستغل برضه نقطة إن هو ممكن يكون مشغول شوية بمباراة العودة في سان جورج الأثيوبي، وخاصة إن هو النتيجة اللي هي اتعملت 1-1 في ملعبه دي يعني صعبت عليه المسؤولية شوية. فنتمنى إن احنا يعني الأولاد يكونوا على قد المسؤولية، وبنستعد لها استعداد عادي، وهي ب3 بونت. ويمكن أنا قلت يعني إن كان عندي مباراة المقاولين وعندي مباراة الإنتاج، شايفهم أصعب بالنسبة لنا من مباراة الزمالك، لأن دول منافسين لينا. هل فكرة مباراة العودة أمام سان جورج للزمالك دي ممكن تشغلهم شوية فأنتوا تقتنصوا منهم الفوز؟ شايفها فرصة كويسة؟ ممكن فعلا، يعني الموضوع صعب عليهم فعلا بعد التعادل هنا. ممكن يبقى في بعض اللعيبه كمان ما تبقاش موجوده وتريح، بس المشكله مش في كده، المشكله ان الزمالك فريق كبير بقى بيضم خبرات عاليه قوي دلوقتي، بيعرفوا يفصلوا، بيعرفوا ياخدوا من الماتش اللي هم عايزينه. نادي الزمالك فرقه كبيره طبعا، ولا احترامها ولا تاريخها، هي اول المجموعه، فاحنا ان شاء الله احنا في الظروف يعني الفرقه كلها قريبه من بعض، بالذات في الحته اللي في النص او اللي تحت، فاحنا ان شاء الله مركزين وعاملين لهم حساب يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعمل ماتش كويس ونتيجه كويسه ان شاء الله ترضينا ان شاء الله. ماتش الزمالك ماتش مهم طبعا بالنسبه لاي لعيب فينا، العالم بقى مركز عليه، الناس بتبص بتاع، بس هو في الاخر ماتش انت بتيجي تبص الماتش ب3 بونت، يعني زي ما هو مهم عندنا هو مهم عندهم برضه. احنا نحاول ان شاء الله ان احنا نعمل اللي علينا، ان احنا نجتهد في التمرين، ان احنا في الماتش نبقى مركزين جدا، ان احنا ما انت لو شفت الماتش الاولاني احنا خسرنا بغلطه، يعني غلطه بسيطه كده، ان شاء الله يعني نحاول ان احنا ما نغلطش ثاني الغلطات البسيطه ديت، عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا، احنا بنعمل اللي علينا، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في الماتش. قد يستغل نادي الداخليه انشغال الفريق الابيض بمباراه العوده امام سان جورج الاثيوبي ويحقق مفاجاه من داخل استاد الدفاع الجوي. انجي صابر لسوبر كورة.